السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، وأخبار مثيرة صباح اليوم. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الأهلي وجرمايا الكيني التي ستقام اليوم في 13 عصرا في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، وتذاع المباراة على القناة المفتوحة، قناة أبو ظبي، وترددها طبعا انتوا عارفين. تشكيل الأهلي اليوم الذي يخوض مباراة جرماهيا الكيني، وتحت عنوان الأهلي يهدد بالانسحاب من السوبر المصري، وذلك هو السبب، والجبلية وقرارات تمنع انسحاب الأهلي، وشكل نظام الدوري المصري الجديد وموعد انطلاقه. في البداية يستعد النادي الأهلي لبداية مشوار الأفريقي أمام جرماهيا الكيني في 13 عصرا. لجميع عشاق النادي الأهلي وعشاق مصر في انتظار ضربة البداية للنادي الأهلي في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث يرغب المارد الأحمر في الحفاظ على اللقب بقيادة المدير الفني مارسيل كولر. قد تكون المباراة اليوم تبدأ بصفارة حكم الساعة 13 عصرا على ملعب نيابو في العاصمة الكينية نيروبي. 13 عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية. وقد أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة إذاعة مباراة الأهلي وجرماهيا الكيني في القناة، والتي يمكن ضبطها من خلال تردد 12 على 91 عمودي. تردد قناة أبو ظبي 12 على 91 عمودي، معدل ترميز 27500. كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي اليوم، والذي سيخوض مباراة اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، في خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد في خط الوسط. معنا مروان عطية في خط الوسط، وإمام عاشور وأكرم توفيق. في الهجوم حسين الشحات، وسام أبو علي، وطاهر محمد طاهر. تشكيل ناري للنادي الأهلي أمام جرماهيا الكيني. واضح ان هو مفيش ولا لعيب من الصفقات الجديدة موجود في التشكيل، ممكن عشان يحافظ عليهم المدير الفني مارسيل كولر، بحيث ان هو ما يبقاش فيه خطورة من اي نتيجة سلبية على اي لاعب. وممكن طبعا على حسب سير المباراة ينزل اي لاعب من اللعيبة دي. المعروف ان وقت المباراة ليس مناسب للنادي الاهلي رغم ظروف الحرارة الموجودة في كينيا في هذا الوقت، حيث ادلى المدير الفني بنادي جرماهيا الكيني اننا تعمدنا اللعب الساعة 13 عصرا حيث درجة الحرارة عالية، وهذا الوقت وهذه الحرارة لا يحبها المصريون والنادي الاهلي خصيصا، ولذلك سنلعب على الفوز عليهم في ملعب نيابو. من المعروف انه في نفس التوقيت بالامس كان هناك مباراة الزمالك الشوط الكيني، وفاز نادي الزمالك بهدف دون رد لعبد الله السعيد، وعاد الزمالك من كينيا بنتيجة إيجابية. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. خبر آخر بالنسبة للأهلي، الأهلي يهدد بالانسحاب من السوبر المصري. ما زال النادي الأهلي يهدد بالانسحاب، هذا ما كشفه خالد الغندور نجم نادي الزمالك عن مفاجأة بشأن انسحاب النادي الأهلي، حيث قال أن الأهلي يهدد بالانسحاب من بطولة السوبر المصري وليس السوبر الأفريقي، لأن النادي الأهلي يرى أن مروان حمدي لاعب بيراميدز قام بسبب جماهير الأهلي ولم يتم عقابه، وأيضا قام جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك بضرب الحكم الرابع ولم يتم أيضا معاقبته. في المقابل أيضا النادي الأهلي مستاء من عدم توقيع عقوبة على جوميز المدير الفني رغم أنه قام بدفع الحكم الرابع. وخرج بعدها محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، وأكد أن الحكم لم يكتب شيئا في تقريره يخص هذه الواقعة. الأهلي يرى أن العقوبات يجب أن يتم تنفيذها على الجميع، كما تم تنفيذها على محمود كهربا وعدد من اللاعبين. ما زالت رابطة الأندية ولجنة الانضباط في حالة من التخبط